عمر ابنك طلب منك حاجة غالية وانت عارف انك مش قادر عليها، بس بصيت في عينه وقلت حاضر؟ وبعدها دخلت اوضتك وقعدت تحسبها، هندبرها ازاي؟ هنأجل ايه؟ هنستلف من مين؟ بس المهم ابني ما يتحرمش. وفي المقابل ابنك لما بيطلب منك حاجة وتقول له انت عارف انا صارف عليك كام؟ انت عارف انا تعبت علشانك قد ايه؟ انت فاكر الفلوس دي بتيجي بالساهل؟ الولد داخل يطلب منك حاجة بسيطة، خرج من الحوار حاسس انه مديون لك من قبل ما يتولد. وهنا بقى السؤال، احنا كآباء وأمهات بنتعامل في الفلوس مع أولادنا ازاي؟ هل نديهم كل اللي نفسهم فيه ولا نحرمهم علشان يتعلموا؟ هل كلمة لأ ممكن تكون حب؟ وهل كلمة حاضر ممكن أحيانا تضر أكتر ما بتنفع؟ معاكم أنا شادي الخولي وحلقة جديدة من بودكاست من غير ما نحس. خلينا نتفق الأول، احنا مش بنتكلم عن الفلوس باعتبارها حاجة وحشة، بالعكس الفلوس مهمة، والأب والأم لما بيتعبوا علشان يوفروا لأولادهم حياة كويسة دي حاجة عظيمة. وأي أب وأم طبيعي جدا نفسهم يشوفوا أولادهم أحسن منهم، لكن المشكلة مش في إنك تصرف على ابنك، المشكلة في إزاي تصرف وإيه الرسالة اللي ابنك بيفهمها من الفلوس. لأن ممكن أب يصرف ملايين على ابنه وفي الآخر ابنه يطلع مش عارف قيمة الجنيه، وممكن أب إمكانياته بسيطة لكن يطلع ابنه فاهم معنى المسؤولية والرضا والاجتهاد. يبقى الموضوع مش انت معاك كام، الموضوع انت بتعلم ابنك ايه من اللي معاك. تعالوا كده نشوف اول غلطة. في اب او ام كل ما الابن يطلب حاجة يفتحوله سجل الحسابات. عارف انا دفعت لك مصاريف المدرسة كام سنة؟ عارف انا جبت لك هدوم بكام؟ عارف انا وديتك التمرين كام سنة؟ عارف انا جبت لك الموبايل بكام؟ الله الله الله، انا عملت لك وانا سويت لك وانا تعبت علشانك. وطبعا الاب بيكون صادق، هو فعلا تعب وفعلا صرف، لكن المشكلة لما الكلام ده يتكرر لدرجة ان الطفل يبدأ يحس ان كل حاجة بياخدها لازم يدفع ثمنها نفسيا. كل مرة ياخد حاجة يحس بالذنب، كل مرة يطلب يتردد، وممكن لما يكبر يحصل العكس تماما، يبقى مهووس بالفلوس. ليه؟ لأنه اتعلم من بدري إن الفلوس بتساوي الأمان. والله في فرق بين إنك تعلم ابنك إن الفلوس ليها قيمة وبين إنك تعلمه إن الفلوس هي قيمة الإنسان. الأولى تربية والتانية مشكلة. أنت عايز ابنك لما يمسك 100 جنيه يعرف إنها مش مجرد ورقة، يعرف إن وراها شغل ووقت ومجهود، لكن في نفس الوقت عايزه يعرف إن الإنسان نفسه أكبر من اللي في جيبه. ونيجي بقى للغلطة العكسية، الأب اللي بيقول أنا مش هحرم ابني من حاجة. الجملة دي شكلها جميل قوي، بس خلينا نفكر فيها. ابنك عايز موبايل جديد؟ هات. عايز كوتشي غالي؟ هات. عايز لعبة؟ هات. عايز حاجة مش في مقدرتك؟ هندبرها. طيب امتى هيتعلم يقول لنفسه مش دلوقتي؟ امتى هيتعلم يستنى؟ امتى هيتعلم يختار؟ امتى هيتعلم ان في حاجة اسمها أولويات؟ لأن الحقيقة إنك ممكن توفر لابنك كل حاجة وهو صغير، لكن مين هيقدر يوفر له حاجة لما يكبر؟ الحياة مش هتديله كل اللي نفسه فيه، بالعكس الحياة هتقوله اشتغل، استنى، اجتهد، ووفر واختار. ودي مشكلة كبيرة. الطفل اللي متعود طول الوقت على حاضر ممكن يكبر وهو مش مستحمل لأ، وأول لأ حقيقية في حياته ممكن تكسره. رفض في شغل، رفض في علاقة، رفض في فرصة، مش قادر يشتري حاجة نفسه فيها، مش قادر يسافر، مش قادر يعمل اللي نفسه فيه. فيبدأ يسأل ليه الدنيا مش بتديني اللي أنا عايزه؟ لأننا ببساطة محدش علمه إن الدنيا مش ملزمة تدينا كل اللي احنا عايزينه. بس خد بالك، أنا مش بقول احرم ابنك ولا خليه يعيش ناقص ولا طالما تقدر ما تدهوش، لأ، أنا بقول علمه قيمة الحاجة قبل ما تديله الحاجة نفسها. لو ابنك نفسه في حاجة اتكلم معاه واسأله انت محتاجها ولا نفسك فيها، أصل الاتنين مش واحد. طيب لو اتكلمنا كده عن موقف بسيط جدا، ابنك يقولك بابا أنا عايز موبايل جديد، بدل ما تقوله حاضر أو لأ اسأله طب موبايلك اللي معاك فيه مشكلة؟ يقولك لأ. طب ليه عايز الجديد؟ علشان صاحبي جاب واحد. وهنا
ظهرت المشكلة. هو مش محتاج موبايل، هو محتاج يحس انه زي صاحبه. وهنا دورك مش انك تشتري له الموبايل، دورك انك تعلمه وتقول له انت مش لازم يكون عندك اللي عند غيرك علشان تبقى مهم. ودي تربية. التربية دي اهم من الموبايل نفسه. طيب ولو هو فعلا محتاج الموبايل، برضه مش لازم ياخده فورا. ممكن تقول له تمام، محتاجينه، نشوف امكانياتنا، نخطط ونشتريه اول ما نقدر. هنا الطفل بيتعلم ان الاحتياج ليه ترتيب، والرغبة ليها وقت، والفلوس ليها حدود. وخليني اقولك حاجة مهمة جدا، كلمة لأ مش معناها انك اب وحش، واحيانا كلمة لأ هي اللي بتثبت انك اب. لان الاسهل جدا انك تقول حاضر وتخلص من الزن وتريح دماغك، لكن الاصعب انك تستحمل ان ابنك يزعل منك وتقول انا فاهم انك زعلان، بس لأ، دي محتاجة اب عنده نفس طويل. لانك في اللحظة دي مش بتفكر في راحته دلوقتي، انت بتفكر في شخصيته بعدين. وهنا بقى لازم نفرق بين الحرمان والتأجيل. انك تقول لابنك مش هنقدر نجيبها مش معناها انك مش هتجيبها، بس ممكن تقول مش دلوقتي، خلينا نحوش، خلينا نرتب أولوياتنا، لما نقدر هنجيبها. الطفل كده بيتعلم انه لو ما خدش الحاجة دلوقتي مش نهاية العالم. طيب هل كل حاجة لازم تكون مقابل حاجة؟ لأ. ما تخليش البيت شركة مقاولات. ذاكر خد 100 جنيه، اغسلي الأطباق خدي 100 جنيه، رتبت سريرك خد 50 جنيه، وبعد شوية ابنك هيقولك بابا أنا بحبك بس حسب الميزانية. في حاجات لازم يعملها لأنها مسؤوليته، لكن في حاجات ممكن نربطها بالمجهود علشان تعلمه إن السعي له نتيجة. مثلا نفسه في لعبة غالية، ممكن يساعد في عمل مناسب لسنه، أو يحوش جزء من مصروفه، أو يشارك في وضع خطة لشراء الحاجات الشهرية مثلا. مش عشان تشتري طاعته، لكن عشان تعلمه يقول أنا لو عايز حاجة بسعى علشان أوصل لها. والله دي من أهم دروس الحياة. إحنا أحيانا بنفكر إننا نربي الطفل عشان ينجح في المدرسة، لكن في حاجات أهم من درجات المدرسة. إنه يعرف يستنى، يعرف يختار، يعرف يوفر، يعرف يقول مش محتاج، يعرف يقول مش قادر دلوقتي، يعرف يفرح بالحاجة اللي قدر يحققها بنفسه. دي مهارات هتفيده طول عمره. والأب والأم نفسهم قدوة. عايز ابنك يعرف قيمة الفلوس؟ خليه يشوفك بتعرف قيمتها ازاي. لو شافك بتشتري كل حاجة لمجرد ان الناس عندها هيتعلم، ولو شافك بتقول الحاجة دي مش ضرورية هيتعلم، ولو شافك بتوفر هيتعلم، ولو شافك بتساعد حد محتاج هيتعلم معنى العطاء، ولو شافك بتقول الحمد لله على اللي عندنا هيتعلم الرضا. لأن ولادنا مش بس بيسمعوا كلامنا، ولادنا بيراقبونا. والأهم من كل ده، ما تخليش ابنك يقيس نفسه بالفلوس، لأنه لو ربط قيمته بالفلوس هيعيش طول عمره في سباق. فلان عنده عربية أغلى، فلان ساكن في مكان أحسن، فلان لابس أغلى، فلان مرتبه أكبر، وهتفضل الجملة جواه أنا مش كفاية. علمه إن الإنسان مش قيمته في اللي معاه. الفلوس ممكن تزيد وممكن تقل، لكن العلم والأخلاق والشخصية والاجتهاد ده راس ماله الحقيقي. طيب نعمل ايه بقى؟ اول حاجة بلاش معايرة. ما تخليش ابنك يحس انه مديون لك لانك بتصرف عليه. انت بتعلمه قيمة المسؤولية، مش بتعمل عليه فاتورة. تاني حاجة، ما تخافش تقوله لأ. مش كل زعل لازم نشتريه، ومش كل دمعة محتاجة محفظة. احيانا الطفل محتاج حضن مش فلوس. وتالت حاجة، علمه الأولويات. ايه اللي محتاجينه؟ ايه اللي ممكن نستنى عليه؟ ايه اللي مش ضروري؟ علمه الادخار، علمه ازاي يحوش حتى لو مبلغ صغير، لان الطفل لما يجمع فلوس علشان يجيب حاجة نفسه فيها هيفهم قيمة كل جنيه بطريقة مختلفة. وخامس حاجة، علمه ان المجهود ليه قيمة، مش كل حاجة تيجي بسهولة. خليه يعرف ان ورا كل نجاح سعي ووقت وتعب. والأهم، علمه ان الفلوس وسيلة مش غاية، وإن الإنسان ممكن يكون غني جدا ومحتاج جدا، غني بالفلوس لكن فقير في الأخلاق. وإحنا مش عايزين نربي ابننا يبقى معاه كل حاجة وما يبقاش عنده حاجة
من جواه. في النهاية احنا مش مطلوب مننا نربي ولادنا على الحرمان ولا نربيهم على الدلع بزيادة. احنا مطلوب مننا نربيهم على التوازن، نقول لهم حاضر لما نقدر ونكون شايفين انها صح، ونقول لهم لأ لما تكون لأ هي الصح. نديهم لكن نعلمهم قيمة اللي أخدوه، ونمنع عنهم لكن من غير ما نكسرهم. نفرحهم لكن من غير ما نخلي الفلوس هي مصدر سعادتهم الوحيد، لأن ابنك في يوم من الأيام هيخرج من بيتك ومش هتبقى أنت معاه، هيبقى معاه اللي أنت عملته له. فلو علمته إن كل مشكلة تتحل بالفلوس هيجري ورا الفلوس طول عمره، ولو علمته إن كل طلب لازم يتحقق هيفضل مستني الدنيا تديله. لكن لو علمته يسعى ويصبر ويختار ويحافظ ويرضى ويبدأ من جديد، انت كده مش بس علمته يتعامل مع الفلوس، انت علمته يتعامل مع الحياة. وسؤال حلقتنا النهاردة، هو انت شايف ان الأب والأم الأفضل يدوا ولادهم كل اللي يقدروا عليه، ولا لازم الطفل يتعلم من بدري ان في حاجات مش دلوقتي وحاجات لأ؟ والسؤال الأصعب، ايه أكتر حاجة أهلك علموها لك عن الفلوس وانت صغير ولسه فاكرها لحد النهاردة؟ اكتبولي موقف أو كلمة اتقالت لك من زمان، يمكن تجربتك تساعد أب أو أم دلوقتي يربي ابنه بشكل أحسن. كنت معاكم أنا شادي الخولي، وده كان بودكاست من غير ما نحس. وافتكروا دايما احنا مش بنربي ولادنا علشان يعيشوا أحسن مننا بس، احنا بنربيهم علشان يعرفوا يعيشوا حتى لما الحياة ما تدهمش كل اللي نفسهم فيه. استنوني الحلقة اللي جاية، مع السلامة.